يلا كنافة وبسبوسة وجلاش وصفات كلها جميلة جدا بطريقة محلات الحلويات. تعالوا نشوف المناسبة بتاعت النهاردة ونشوف عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، شايفين الوصفات كلها حاجة تشهي النفس على الأكل، تسوية مظبوطة جدا. أول حاجة هنبدأ نعملها مع بعض هنعمل البسبوسة. عملتها كتير جدا في القناة. عملنا البسبوسة الهشة وبسبوسة المحلات الحلويات، البسبوسة الشرقي. هنا عشان نعمل البسبوسة الشرقي مع بعض عندي هنا 6 كوبايات من دقيق السميد السايب. زي ما انتوا شايفين الكوباية اللي بتستعمليها استعمليها في كل المقادير. بعد ما بنزل ال6 كوبايات عليهم كوباية إلا ربع من جوز الهند، ببدأ انزلها وببدأ انزل عليها بفول سوداني جرشاه بالطريقة دي. وعندي هنا علبة فانيليا بتديلها ريحة حلوة، ومعلقة صغيرة من الكيك شيف. ببدأ انزل بالمكونات دي وببدأ اقلب المكونات الجافة كلها مع بعضيها كويس قوي. وبعد كده باجي عندي هنا في حلة ال6 كوبايات دي سميد، هنزل لهم كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من السمنة او سمنة على زبدة او زبدة، وهنزل لهم برضو كوباية ونص من الحليب او اللبن، وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من العسل النحل. شايفين اي عسل عندك نحل يسكر بالطريقة دي نزلي منه، استعمليه الحلويات بيبقى جميل جدا في البسبوسة. مش متوفر عندك شربات الكنافة التقيل، نزلي منه نص كوباية على المقادير دول هيبقى مظبوط جدا. ببدأ اقلبهم الاول كويس قوي، وبعد كده برفعهم على نار متوسطة لحد لما المكونات كلها تتجانس مع بعضيها. هنا عندي ده اكبر صاج في الصاجان، دهنته سمنة، طبقة سمنة، ونزلت عليه معلقة كبيرة من الطحينة. الطحينة بتديلها لون دهبي حلو. بعد ما سيحت المواد كلها مع بعضيها نزلت بيهم على دقيق السميد وبقلب بالمعلقة. البسبوسة ما بتتعجنش، انت بتقلبي بس المكونات كلها تتغلف مع بعضيها، يبقى هي خلاص كده جاهزة معايا البسبوسة. ما بتاخدش وقت خالص وما بتتعجنش يا جماعة. بس كده باجي عندي هنا في الصاج اللي دهنته سمنة وطحينة، ببدأ انزل بالبسبوسة، وبعد كده ببدأ بإيدي ببدأ أفردها كده. سمك البسبوسة بيبقى نص عقلة الصباع، أو نص سنتي. المهم إن البسبوسة ما بتبقاش عالية قوي عشان تطلع معاكي مظبوطة. بس كده. وبعد ما مبططها كويس قوي ببدأ اشيل الصاج او الصينية اللي انت شغالة فيها وتبدأي تخبطيها كويس قوي عشان تطلعي اي هوا فيها. بعد كده في نفس البولة بحط حبة مية من الحنفية، وببدأ ألمع الوش، بيدي تلميع الوش بالمية بيديله لمعة حلوة، وبرجع تاني اخبطه عشان اتأكد انه مفيهوش اي هوا. بس كده. ودلوقتي طبعا بدخلها الفرن وببدأ اسويها، بحطها على الرف الوسطاني شغال عليها من تحت اول دقيقتين النار عالية، وبعد كده بهدي النار عليها وسط. بهدي عليها النار لحد لما تبدأ تاخد لون ذهبي من تحت، ببدأ اشغلها على طول من فوق. الشربات بتاعها 6 كوبايات دقيق سميد، ليهم 4 كوبايات ونص من السكر على 4 كوبايات ونص من المية وعصرة نص ليمونة. ببدأ ادوبهم كويس قوي، وبعد كده ببدأ ارفعهم على النار لحد لما يغلوا. بعد ما بيغلوا بنزل لهم قبل ما اطفي عليهم على طول بنزل لهم معلقة من السمنة البلدي او معلقة زبدة. بتدي لمعة جميلة جدا للبسبوسة. على بال ما البسبوسة بتستوي بيكون الشربات معايا استوى. البسبوسة سخنة والشربات سخن، بينزلوا هما الاتنين. بعد كده بعد ما بتشرب الشربات بدخلها تاني الفرن وهي مطفية، وبغطيها بأي صاج 5 دقايق واخرجها. رجعت تاني كررت نفس المقادير، بس عملت هنا 4 كوبايات من دقيق السميد، لان انا كنت عامله كميه حلويات كبيره، فكنت عامله صينيتين بسبوسه، صينيتين كنافه، صينيتين جلاش. فرجعت كررت تاني نفس الخطوات في البسبوسه. هنا دي الصينيه دي خدت معايا 4 كوبايات، اما الصاج خد معايا بالظبط كيلو من دقيق السميد.
البسبوسة دي ناجحة جدا، طريقتها حلوة جدا. هنزل لكم وصفات البسبوسة اللي عملتها. عملت بسبوسة سنيكرز، وعملت بسبوسة الأوريو، وعملت وصفات بسبوسة كتيرة هشة وجميلة، وبالزبدة وبالسمنة وبالزيت. هتمنى بجد تدخلوا على كل الوصفات وتجربوها. عملت بسبوسة الكنافة بجد خرافة، كلهم أجمل من بعضيهم. شايفين الجمال كلها. طبعا انا في الوقت ده كنت بعمل البسبوسة بالليل عشان اسيبها، لان هبقى مستعجلة الصبح فمش هتلحق تبرد واقطعها. بس كده خلصت البسبوسة بالليل وقطعت الكنافة، فرتكتها ونمت. وقمت الصبح بقى اشتغلت في الكنافة والجلاش، عشان كنت هودي الحاجة بدري. كان في مناسبة عند حد من صحاب جوزي، فكان طلب مني حاجة حلوة للمناسبة دي، فطبعا كان لازم اشرفه. فعملت له الحاجة، وبسم الله ما شاء الله الحاجة طلعت حلوة. ربنا يجعلها بألف هنا على قلوبهم. زي ما انتوا شايفين انا كمني هعمل صينية كبيرة. الصينية الكبيرة في الصواني بتاخد بالظبط كيلو من الكنافة. الصواني المدورة دي صواني ألمونيا بتيجي بالواحدة. طبعا لازم تفرتكي الكنافة. انا ما بفرمهاش في الكبة. وصفات الكنافة كلها اللي نزلتها لكم انا ما بفرمش الكنافة في الكبة، بفرتكها بايدي كويس قوي. بس كده. وببدأ انزل عليها بالسكر البودر. السكر البودر بيخليها مقرمشة معاكي، بيديلها لون حلو قوي في التسوية. لازم تفرتكي الكنافة بايديك. وبعد كده هتقولي لي طب انا احط معلقة ونص، معلقة ونص كبيرة من السكر البودر لو نص كيلو. لو كيلو حطي 3 معالق كبار من السكر البودرة. اهم حاجة تغلفي الكنافة بالسكر البودر كويس قوي. بس زي ما انتوا شايفين كده. وببدأ اقلب كل شوية. هنزل لكم برضو وصفات الكنافة. عملت وصفات كنافة كلها اجمل من بعضها. كنافة النابلسية، وعملت كنافة بالكركديه. عملت وصفات كنافة جميلة جدا على القناة، اتمنى بجد تجربوها. طبعا السمنة اهم حاجة في الكنافة. السمنة لو ما حطيتلهاش كفايتها من السمنة بتبص تلاقيها طلعت ناشفة معاكي ومش حلوة. اما لما بتديلها سمنة كمية كويسة بتشرب السمنة وبتديكي لون حلو، وبتطلع مقرمشة معاكي ومظبوطة. طبعا هنا ببدأ اغلف الكنافة كلها بالسمنة زي ما انتوا شايفين. تقليب مستمر كده لحد لما كلها تتغلف بالسمنة والسكر. ساعتها بيبقى عندي صينية دهناها طبقة سمنة حلوة قوي عشان السمنة تديلها لون حلو من تحت. وببدأ افرتك الكنافة وبنزل طبقة رقيقة جدا في الأرضية. وبعد كده ببدأ أحشيها. طبعا الحشوة دي كل واحد حر الحشوة اللي هو بيحبها ينزلها. أنا حشيتها هنا مكسرات وعملت لها طبقة قشطة أو طبقة مهلبية. زي ما انتوا شايفين لازم تفرتكي الكنافة كويس قوي وتحطي طبقة رقيقة جدا، وفي نفس الوقت بتبقى عامله لها الحروف عشان الكاستر او المهلبية ما تطلعش بره وتلزق في الصينية. ولازم تضغطي كده على الحروف لجوه وتضغطي على الارضية. ولو حسيت ان في مكان لسه مش فيه كنافة ارجعي غلفي تاني عشان القشطة ما تنزلش لتحت وتلزق. هنا طبعا نزلت سوداني محمصاه وزي ما انتوا شايفين مديال ونص طحنة، ونزلت بجوزة الهند كمية كويسة. وبعد كده عملت الكاستر. لما بعمل صينية صغيرة بتبقى كوباية اللبن عليها معلقة كبيرة من النشا ونص معلقة كاستر. لو متوفر عندك كاستر، مش متوفر عندك كاستر حطي معلقة النشا كفاية. حابة تحطي فانيليا، حابة تحطي اي منكهات للمهلبية اللي انت تعمليها حط لها. انا هنا كنت عامله كوبايتين كبار من اللبن، عليهم معلقتين كبار من النشا، وعليهم علبه فانيليا ومعلقه من القشطه، وقلبتهم كويس قوي على البارد. وبعد كده رفعتهم على النار لحد لما تقلوا معايا. احلى حاجه انك انت عشان تعملي الكنافه ما تقليش طبقه الكاستر. زي ما انتوا شايفين طبقه رقيقه جدا جوه الكنافه. بعد ما بتنزلي طبقه
المهلبية او الكاستر وهي سخنة، لازم على طول تنزلي الكنافة بالطريقة دي عشان تبدأ ال3 طبقات يلزقوا في بعض، طبقة الكنافة اللي من تحت وطبقة الكاستر اللي في النص وطبقة الكنافة اللي من فوق. فبتبصي بتلاقي الكنافة بتاعتك رقيقة جدا ومظبوطة جدا وطعمها جميل جدا. هنزل لكم وصفات الكنافة اللي انا عملتها، بجد اجمل بكتير من اللي بتشتريها من بره، مفيش حد دقها الا وشكرها. وبترجعي تفرتكي الكنافة وبتقفلي الطبقة اللي من فوق وبتبدأي تضغطي على الحروف كويس أوي الأول، وبعد كده تضغطي على الكنافة من النص في الصينية وتبدأي تسويها كويس أوي. وطبعا تسوية الكنافة زي ما قلت لكم بتستوي على نار عالية جدا، بتبقى الفرن عندي سخن، بدخلها على الأرضية شغال عليها على أعلى درجة حرارة. أول ما بتاخد اللون من تحت والحروف بتاعتها تاخد اللون الذهبي بطلعها على طول على الرف الوسطاني شغال عليها من فوق النار عليها وسط عشان توزع الحرارة كويس أوي على الصينية. أول ما تاخد اللون أروح مخرجاها على طول وسقياها الشربات بتاعها تقيل بارد. يعني يعني كوبايتين السكر عليهم كوباية مية، وال4 كوبايات سكر عليهم كوبايتين من المية. بعد ما بيغلوا بنزل عليهم عصرة نص ليمونة، وبعد كده بيغلوا 5 دقايق وبطفي عليهم النار واسيبهم لحد لما بيبردوا. لما بتطلع الكنافة بتبقى باردة سخنة والشربات بيبقى بارد، ما ينفعش ننزله سخن عليها لان كده هيخلي الكنافة تعجن معاكي وتبقى طرية. زي ما انتوا شايفين البسبوسة بتاعتنا حاجة والله العظيم لون وطعم، اقسم بالله العظيم محدش داق البسبوسة من تحت ايدي الا وقال مستحيل تكون من البيت. عاملة زي بتاعة المحلات الحلويات بالظبط، طعمها جميل جدا. لو حابة تحسي بطعم السمنة البلدي حطي معلقة سمنة بلدي او معلقة زبدة مع السمنة العادية اللي انت بتعمليها. هنا وصفة الجلاش دي انا نزلتها لكم في القناة، سيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف والفيديو بتاعها برضو في صندوق الوصف عشان لو حابين تجربوها. بجد الوصفة خرافة وطريقة التسوية ممتازة. تعالوا بقى نشوف الجلاش من جوه. طبعا انا حددت بس إيه ما طلعتش الحاجة كلها لان في حاجات وديتها بالصواني بتاعتها زي الجلاش وصينية الكنافة الكبيرة. اما البسبوسة طبعا عشان ما تتبهدلش انا طلعتها ورصيتها في صواني، رصيتها طبقتين فوق بعض. دي تاني صينية جلاش. البسبوسة حطيت اكياس، فتحتها اكياس بلاستيك من بتاعة التلاجة ورصيت طبقة، وبعد كده حطيت كيس تاني ورصيت طبقة تانية فوقيه. الصواني كبيرة جدا والحمد لله كلها طلعت اجمل من بعضيها والحاجة طلعت حلوة. فيا رب تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم. لو عجبتكم الوصفات لايك وشير للفيديو. لو لسه بتشوفوا قناتي لأول مرة اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. واهم من كل شيء صلوا على رسول الله.